السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جمهور الزمالك العظيم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده كان نهائي كاس الكونفدرالية بين الزمالك المصري والنادي الاهلي المصري. النهارده النتيجة خلصت 1-0 لنادي الزمالك، واتجهنا لضربات الجزاء والنادي الاهلي كسب 8-7. حبيت اقول لكم الف مبروك لجمهور الاهلي. ما شاء الله كانت بطولة قوية قوي. لعبت اولمبيك اسف في المغرب، الله اكبر عليكم، فريق كويس جدا. الف 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 مليون مبروك، ما خرجتوش بموسم صفري. الواحد كان خايف عليكم تخرجوا بموسم صفري بعد صرف المليارات دي كلها. نادي الزمالك النهارده اتهزم ركلات ترجيح. هارد لك لجمهور الزمالك، عملتوا ملحمه. احنا هنبدا الحلقه بتاعتنا خطوه خطوه. خطوه اول حاجه المدرجات. الواحد ان امبارح كان في الاستاد، دخلنا الاستاد اتفاجئنا مره واحده ان جمهور الزمالك ناوي يعمل حاجه فوق الجنون، بمعنى ان انا هتفوق فيها على نفسي. او انا كده كده مفيش منافس، يعني انا في افريقيا وفي مصر انا مفيش كده كده منافس للوايت نايتس، تمام؟ فانا قررت ان انا هعمل حاجه هتفوق بيها على نفسي. كنت امبارح بقول حاجتين في الاستاد لواحد صاحبي، بقول له يا الا هنتفضح ويبقى شكلنا عار قدام افريقيا كلها، يا الا هنبقى احسن دخله في تاريخ الكره المصريه وفي تاريخ افريقيا كلها. والحمد لله الوايت نايتس كان على قد المستطاع، قدر يعمل دخله بسيطه جدا، بس اتصنفت وهتتصنف كاحسن دخله في افريقيا وفي مصر. الدخله كانت بطول وعرض الاستاد كله. الدخله انا الزمالك. لو انت مش عارف يعني ايه انا الزمالك، تعالى انا اعرفك يعني ايه انا الزمالك. انا الزمالك اللي عندي 17 قضيه قيد وبنافس على كل بطوله لاخر لحظه. انا الزمالك اللي رحت لعبت في الجزائر، هناك ضيعت 4 أو 5 فرص اجوال محققه، اكسبكتد جول اللي هو الجول، مفيش حاجه ان هي مثلا فرصه اللي هو بره التارجت او كده، لا، اجوان. شيكو بنزم شمس لاعب، حط الكره والجول فاضي، جت في رجل المدافعين. خوان بيزيرا سجل هدف وترد علينا بالسيناريو هو الاسوأ في التاريخ، بس الزمالك كده كده عودنا خلاص. بدأ جمهور الزمالك شكله يحزن وهو خارج من المدرجات، كان يستحق نتيجه اجمل من كده. نروح نخش الخطوه الكابتن معتمد جمال. انا مش هتكلم عن التشكيله ولا هقيم، انا دلوقتي هتكلم عن روحك وادائك وال80 ولا ال70 الف اللي في الملعب. كابتن معتمد، ربنا كرمك اول ما نزلت الملعب وخطفت جول من ضربه جزاء. الملعب كله ولع، الملعب كله جمهور الجزائر بقى بيضرب في بعضه بسبب اللي حصل. ارتباك للفريق الجزائري، ارتباك لمدربهم، ارتباك للجهاز الفني، ارتباك للجمهور، مسكوا في بعض. انت يا كابتن معتمد ليه جبت جون ونمت؟ ما تلعب كوره. هو ليه المدرب المصري ما بيصدقش نفسه؟ ليه المدرب المصري ليه دايما بيجي في اللحظات الاخيره ما بيصدقش نفسه؟ هنرجع خطوه قريبه قوي لكابتن احمد عبد الرؤوف. ماتش بيراميدز، انت لعبت ماتش خيالي بدون لعيبه، كسبت ضربات جزاء. نزلت ماتش الاهلي خايف ومتراجع، رغم ان انت كنت ممكن تنزل ند للاهلي، لان الاهلي ما كانش في افضل حالاته، كان لسه خسران كاس عالم للانديه اللي هم كانوا حلمانين ان هم هياخدوه، تمام؟ ليه المدرب المصري دايما ما بيصدقش نفسه وما بيصدقش حلمه؟ انت امبارح تقدر تقول لي ايه العامل الوحيد اللي يخليك بعد ما تخطف جول في اول دقيقه، سيناريو ما يتمنوش اي حد في الدنيا، ما بيشجعش الزمالك؟ يعني امبارح انت ما حدش في الاستاد، ده انا كنت بتكلم قبل الماتش بيوم بقول بتمنى نخرج الشوط الاول جايبين جول. انت امبارح اول دقيقه في الماتش يجي لك ضربه جزاء، اول دقيقه في الماتش وتجيبها، وده دباغي يسجلها بتنفيذ ولا اروع. ايه اللي يخليك تتراجع؟ وتوصل لمرحله احنا مش قدها؟ ليه نوصل لضربات الجزاء؟ ومعلش يا كابتن معتمد، عمال تزحزح الماتش لورا ونقول سايب لهم الكوره ما شاء الله، متدرب على ضربات الجزاء. فين اللعيبه اللي انت متدرب على ضربات الجزاء؟ خرجتني فتوح اسوأ لاعب في الماتش، بس انت بتزحزح الماتش عشان تلعب ضربات جزاء، تمام؟ خرجت لي عدي الدباغ يخرج ليه؟ سيف الدين الجزيري ينزل للملعب ليه اصلا؟ انت لعبت 15 ماتش، الجزيري كان صف ثالث ورابع، كنت بتلاعب عليه ناصر وعدي واحمد شريف وعمرو ناصر لما كان موجود. سيف الجزيري يلعب ليه من الاساس؟ يا راجل ده انت امبارح ما حسيتش بينا يا راجل، ده امبارح الواحد طلع عينه في المدرج، امبارح الجمهور عمل عظمه وانت ده ما فيش مردود خالص. اسوأ ماتش في تاريخك يا معتمد يا جمال، وانت عارف ان لو الدوري راح جمهور الزمالك مش هيسامحك ولا هيحلك، لان انت نزلت هناك في الجزائر ما شاء الله وسط 80,000 ولا 70,000 في الجزائر، لعبت عليهم كوره وعرفنا وتعشمنا ان احنا هنكسب، لانه فريق تحت العادي، فريق عادي جدا،
ما فيهمش غير الواد اللي هو اسمه احمد الخلدي، لعب بفتوح البخت امبارح. احمد فتوح انت فين يا احمد يا فتوح؟ وطبعا نيجي لنقطه ثانيه، نقطه محمود بنتايج. ايه الطرد الساذج اللي تعمله في ماتش الاياب ولا ماتش الذهاب يكلفنا كتير امبارح احنا ما عندناش باك شمال ولا دفاعي ولا هجومي. وتعالى بقى يا حلو يا خفيف اسمعك الحدوته. حدوته صرف المليارات، انت صارف مليارات، جبت لي زيزو وجبت لي بن شرقي وجبت لي بن رمضان وجبت لي تريزيجيه وكاموشه ولا كاموش اللهطه والله، تمام؟ صرفت لي مليارات. تعالى اسمعك بقيه الحدوته. هل عملت حاجه؟ خرجت ببطوله واحده توحد ربنا في السيزون؟ مفيش. جمهور الاهلي دلوقتي هيخش يكتب في الكومنتات، مع احترامي ليه، هيخش يكتب لك انا خدت منك السوبر. هو انت بتحسب السوبر للسيزون الجديد؟ السوبر المصري معروفه بقفل بيه سنه، السنه اللي فاتت السوبر انتهى. انت موسم صفري، ما تجيش تحط مناخيرك في اي حاجه. انت هتطلع موسم صفري، ما تحطش مناخيرك في اي حاجه. ما تجيش تحط مناخيرك في اي حاجه، ما تفكرنيش بالمثل بتاع العيبه تلهيك واللي فيها تجيبه فيك. انت عملت ايه السيزون ده بالمليارات والدعم من بره والدعم من جوه؟ الله اكبر. وقلت لي انا بلعب كاس عالم ومش فاضلك، وخدت مني زيزو وخدت منك اسطورتك. انا اسطورتي انا بلعب دلوقتي اهو، انا دايما على منصات التتويج. امبارح السيناريو كان صعب وربنا ما وفقنيش، بس انا عادي عندي بطوله يوم الاربعاء. رساله للبلوجرات اللي ما شاء الله عليهم بيفضلوا نايمين طول السيزون ويصحوا اول ما الزمالك يخسر. مش والله ما فاكر اسمه ولا عايز اذكر اسمه اساسا. طلع ينزل لي فيديو امبارح يقول لي تمام فين انت؟ انت فين؟ يعني انا لما حفلت عليك في الترجي انا حفل عليك لان انا على منصات التتويج، انا بلعب نهائي فاينل افريقيا. انت فين؟ انا العب وحفل، انا على منصات التتويج. انت فين؟ انت قاعد بتتفرج عليا. انت فين؟ انت نايم على السرير وبتاكل خيار، طلعوا روح معاهم. انت امبارح من كتر خوفك كنت مرعوب الزمالك ياخد البطوله. رساله بقى يا كابتن حسين لبيب، ارجوك يا كابتن حسين يا لبيب بكل احترام وبكل ادب بدون اي اساءه، نخلص فتره الدوري يوم الاربعاء ان شاء الله 20/5، وبعد اذنك خد مجلس ادارتك واتكل على الله. الله يرضى عنك، اتكل على الله، عشان اللي انت فيه ده ما ينفعش. ما جبتش حق جمهورك. يجي 8000 ولا 9000 بني ادم اتحذروا من موقع تذكرتي، وانت خدت التذاكر سودا ووزعتها على بلوجرات. ناس اهلاويه دخلوا الاستاد، اهلاويه امبارح كانوا في الملعب قاعدين في المقصوره الرئيسيه، قاعدين ينزلوا فيديوهات على التيك توك ويضحكوا ويهزروا. انت فين؟ انت نايم على السرير وبتاكل خيار، طلعوا روح معاهم. عشان انت مدلس، عشان الانتخابات الجايه يطبلوا لك وينتخبوك يا مدلس. كابتن معتمد جمال بدأ بحراسة المرمى المهدي سليمان، قدامه حسام عبد المجيد وجنبه محمد اسماعيل، في الباك اليمين محمد ابراهيم، في الباك الشمال احمد فتوح، محمد شحاته وعبد الله السعيد وادم كايد، شيكو بنزا، خوان بزيرة، عدي الدباغ. نادي الزمالك ربنا كرمه باول دقيقه ونص ضربه جزاء، قلنا بس دي بتنادينا، الملعب كله يشجع، الماتش ده بتاعنا. مفيش سيناريو في التاريخ كده تبقى متاخر في الجزائر وانت عارف ان الفريق الجزائري هينزل وايه؟ هينزل يدافع ويضيع وقت. مفيش. ربنا كرمك في اول دقيقه بجول، قلنا بس الزمالك هيدوس على اتحاد العاصمه. مفيش. كابتن معتمد تراجع غريب. احمد فتوح، ايه يا فتوح؟ مش كنت انت اللي هتجيب البطوله يا فتوح؟ ولا انت فالح في الكواليس اللي قبل الماتش بيوم انا اللي هجيب وانا اللي هسوي؟ فين يا فتوح؟ انت امبارح الخالدي كال عليك عيش وحلاوه ايه؟ ده فنيخك يمين وشمال وارض وهط وكلك، وانت قلت ماشي يبقى دفاعيا وحش يمكن هجوميا ربنا يكرمه، مفيش زياده واحده. طب دي تعليمات مدرب؟ ينعل ابو المدرب. انا شايف قدامي 80,000 كل واحد صوته، انا صوتي رايح مش عارف اتكلم، جمهور الزمالك كله، طب متهيألي ده انا كده صوتي طالع، جمهور الزمالك كله صوته رايح. شايف الجمهور حواليا ينعل. اتحرك والعب كوره، انت في ارضك يا نهار اسود. رساله لمحمد شحاته، محمد شحاته ولا يهمك، فداك مليون بطوله يا راجل، اقسم بالله في 60,000 داهيه كونفدراليه يا راجل، من ظهر الراجل. ربنا يرحم ابوك يا رب ويجعله في جنه الفردوس الاعلى ان شاء الله. ولا تزعل نفسك ولا تعيط، دموعك دي غاليه، اقسم بالله فداك اي حاجه،
والله العظيم ما زعلانين منك، والله العظيم ما زعلانين منك. انت ارجل لاعب شفته في حياتي اقسم بالله. واحد والده متوفي ملحقش يشيل خشبه والده، لعب معاه ماتش الجزائر كان ارجل لاعب، وامبارح شحاته ارجل لاعب. عمري ما الومك يا شحاته، ركز في الملعب، ربنا يرحم والدك يا رب، مالكش اي ذنب والله. بلاش بقى جو الحنيكه بتوع المحللين الزملكاويه اللي طالعين يحنيكوا وكلام غريب كده ملوش اي تلاته لازمه. انت يا كابتن طالع يقول لك ميتين الجمال ملوش ذنب في ضربات الجزاء. يعني ايه ملوش ذنب؟ قال لك كان لازم شحاته اللي يشوط رقم 8 لان محمد اسماعيل مصاب ومحمد ابراهيم ما عندوش خبره. بيلعب في نادي الزمالك ولعبت ماتشات قد كده وما عنديش خبره؟ ما عنديش خبره ولا في ملعبي وسط 80,000 ويا ريتك هتشوط مثلا ومثلا الجمهور في وشك. ده انت جمهور الزمالك، جمهور ناديك سندك في ظهرك ووشك جمهور الزمالك، يقول لك ما عنديش خبره يا راجل. يا لهوي. امبارح عبد الله السعيد الكرة اللي قبل ما شحاته يخش يشوط في الملعب، يعني الكلام ده شفناه، عواد اترمى على الكوره حرفيا، انا خرجت احتفلت، انا نطيت بسبب ان انا شفتها اتصدم. عواد عمل كده الكوره جات له هنا كده وراحت خرمه دي ودخل. عبد الله السعيد بقى موطي وعامل كده بسبب ايه؟ محدش عايز شحاته يشوط، محدش عايز شحاته يشوط، عارفين الضغط اللي عليه، ربنا يقويه يا رب. عبد الله السعيد وطى في الارض عارف، كلنا عارف. انا امبارح وانا بصور والله العظيم انا مصور رياكت للماتش، مصور ضربات الجزاء، اقسم بالله في الفيديو بقول شحاته هيضيع باينه، والحاجه مخليه يرجع الكوره 3 مرات وحارس الجزائر جه عليه. الراجل مضغوط، الراجل فيه اللي مكفيه مش ناقصنا اصلا. خناقه عبد الله السعيد وعواد، انا مش فاهم يا عبد الله انت ليه بقى كل ماتش ليه كل ماتش لازم تشوح بايدك ومره تشوت ازازه الميه ومره تزعل لعواد ومره تتكلم مع معتمد؟ هو انت في ايه طيب؟ هو انت مثلا عملت ايه امبارح في الملعب يخليك مثلا اللي انت عبد الله سعيد؟ طيب ده انت يا راجل امبارح لعبت يجي حوالي مثلا 5 6 فاولات و3 كورنرات، مفيش كورنر واحد اترفع صح غير الجون الاوفسايد. فاهم؟ امبارح نادي الزمالك لما جاب الجول الاول، طبعا انا فرحت جدا ان عداي اللي شاط مش حسام، رغم ان عادي كان بالنسبه لي برضه عادي حسام يشوط، ما كانش عندي مشكله. لما عداي اللي شاط انبسطت قوي. بعدها لما جبنا جون تاني قلت بس النهارده ليله الزمالك، النهارده في فرحه هستيريه، لان الزمالك باين عليه نازل عايز حاجه من الماتش باينه. مجرد ما جبنا التاني واتلغى اوفسايد انا ما فيش زمالك، ما فيش زمالك. تبديلات معتمد كمان مش مفهومه. هو طالع امبارح في المؤتمر الصحفي يحلل يقول لك اصل احنا عندنا التبديلتين لازم على فترتين. يا راجل انت لو عندك تبديلتين على فترتين تنزل سيف الدين الجزيري؟ يا راجل ده انت لو لعبت محمد صبحي اللي هو بره القايمه فيرود هيبقى احسن من الجزيري. يا راجل ده الجزيري امبارح في الدقيقه 86 ولا 87 الكوره انفراد بيلعبها بكعبه. يا نهار اسود، يا نهار اسود يا جدعان. الجزيري مين؟ انت لعبت معانا معتمد يا جمال يجي 16 ولا 15 ماتش، انت ما لعبتش الجزيري ولو لماتش، رحت نزلوني في نهائي قاري يا راجل. ايه ده؟ انت فين انت؟ نايم على السرير وبتاكل خيار؟ طلعه وروح معاهم. ايه يا راجل ده؟ امبارح فتح الله بيقول لك كنت لازم تلعب ب2 ارتكاز، اللي هم قصدي تلعب 1 ارتكاز وقدامه شحاته وعبد الله معاك وكل حاجه، بس ما كانش هيبقى فيه تحولات نهائيه. مفيش هيبقى فيه تحولات نهائيه، انت ما عملتش كده تحولات، بس ما كانش فيه تحولات. فتره نرجع لفتره للاسد جوميز في نهضه بركان، كان السكواد بتاعه مين؟ سامسون اكينيولا وسيف الدين الجزيري اللي هو كان احسن لاعب في افريقيا. سيف الدين الجزيري ده كنا بنقول عليه احسن لاعب في افريقيا من سنتين. يا باشا الراجل ده مفيش ظروف عدى بيها اوسخ من ظروف معتمد. انت معاك سكواد يا معتمد. جوميز لما كانش معاه سكواد ما كانش معاه غير سامسون اكينيولا وسيف الدين الجزيري، تمام؟ راح هناك المغرب دخل فيه جونين ما يأس، حاول لحد ما خطف جول، رجع هنا القاهره من اول دقيقه لاخر دقيقه الزمالك بيضغط وبيلعب. من اول دقيقه جوميز الاسد اللي ما كانش معاه سكواد اصلا. ده انت دلوقتي انت معاك بيزيرا ومعاك شيكوبانزا وعدي الدباغ ومحمد اسماعيل، ده هو كان بيلعب بسامسون اكينيولا وسيف الدين الجزيري، كان دول افشخ 2 عنده في السكواد كله. والله يا زمالك تعبتنا قوي، سيناريوهاتك تعبتنا، بس والله العظيم احنا يعني لو لحظه انتصار او فرحه انتصار والله العظيم وراك جمهور وصوت عمره ما نهار وعمرنا ما هننهار معاك لحد ما نموت، اقسم بالله هتاخرك. شوف انت هتعيشنا سيناريوهات عامله ازاي واحداث عامله ازاي معاك لحد الاخر، اقسم بالله مع جمهور الزمالك ما هينتهي غير بالموت. اللي هيفصلنا عنك يا زمالك الموت، غير كده قسما بالله ما في حاجه هتفصلنا. ايه خسرت النهارده؟ انتظر تذاكر، انا قاعد مستني تذاكر سيراميكا.
يعني بص، هو انا لسه خسران امبارح خساره قاسيه في ملعبي، وخسران بطوله قاريه كانت هتفتح لي مجال كبير قوي. مستني مستني بطوله الدوري، مستني تذاكر سيراميكا، مستني تذاكر سيراميكا. عمر جمهور الزمالك ما هينتهي. و يعني يا رب يا رب يا رب سيناريوهاتك دي تخلص بقى يا زمالك، ان احنا تعبنا وجمهور الزمالك مش هيسامح حد. احنا فضلنا ندعم وندعم 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 بما فيه الكفايه، فاحنا تعبنا. احنا مفيش حد بيدعمنا، احنا بندعم نفسنا. تمام؟ فانتوا فاضل لكم معانا واحده 90 دقيقه. انزل دوس وقع على وش علي ماهر بسكواده بالفرع الثاني للنادي الاهلي كله. انت الزمالك 90 دقيقه مش عارف تلعب برجوله؟ 90 دقيقه واحده هتفصلك عن حسم دوري، هتخليهم ينزلوا لجحورهم تاني. الفيران اللي طلعت امبارح فاكرين نفسهم جزائريين دول هينزلوا جحورهم. انزل افشخ علي ماهر بسكواده بالمشجعين باللي بيشجعوه اصلا. انزل كور سيراميكا، انت الماتش معاك فرصتين، تعادل ومكسب. نزلت تلعب على التعادل هتتفشخ. كلمه رساله كده لمعتمد جمال في الخفافي منه، نزلت تلعب على التعادل يا معتمد هتتفشخ. سيراميكا هتفشخك. اتحاد العاصمه اللي ما عندهاش كوره ركبتك امبارح. تمام؟ انزل دوس على وش علي ماهر وسكواده كله. انت الزمالك ما تقوليش اصابات وزفت، انت ما عندكش اصابات. اللي اتصاب المهدي ونزل عواد وخلصنا. الونش الماتش الجاي جاهز، بنتايج راجع، عمر جابر راجع. انزل دوس على وش سيراميكا، ما فيهاش، اقسم بالله ما فيها دعم. اقسم بالله جمهور الزمالك كفيل ينزل يموتكم. انزل واكسب ان شاء الله باذن الله. يوم الاربعاء انتظروني، ان شاء الله هيطلع لايف يوم الثلاث بالليل، هنتكلم فيه عن تبدا ازاي، مع ان اصلا كلامنا ما بقاش يحوق فيه ولا بيفرق. هو كده كده المدرب المصري ما بيصدقش نفسه لما بيوصل خلاص لخط النهايه. وان شاء الله انتظروا الحلقه يوم الاربعاء باذن الله، الاحتفال والتتويج باذن الله بالدوري. هنطلع نهايه سوا في لايف كمان باذن الله، واحتمال نروح متعوبه سوا. اتمنى من جمهور الزمالك عدم اليأس. ان شاء الله باذن الله باذن الله هناخد الدوري. وانت لو خدت الدوري كل ده هيتخلص. كده كده هم ما لهمش عين يتكلموا، بس حتى لو بقول لك لو اتكلموا خدت الدوري تقضيك عليهم. ان شاء الله معتمد جمال يدير الماتش صح، ودي اخر فرصه لمعتمد جمال، مفيش تاني. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ما تنسوش تعملوا لايك وكومنت وفولو للقناه. شكرا.